اليوم طبعا كانت لي زيارة خاصة. قلق وعدم الراحة طوال مدرسة صحيح أن لها دور، ولكن متابعة الأسرة والانتباه للأمر هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذ صلاح الصانع، مدير مدرسة. طبعا احنا مقبلين على عام دراسي وإلى عمل، في عدة خلينا نقول نصائح أذكر أهمها. تجنب البدايات المتأخرة، أي بداية متأخرة هو تعطيل. الدوام يبدأ فرضا يوم الأحد، يوم الاثنين لابد أنك تكون لك خطة دراسية تبدأ فيها، حتى لو كانت المناهج بسيطة. الموضوع لو نبي نشبهه كأنها مهارة نفس السباحة أو مهارة جري أو غيره. اثنين، وضع خطة دراسية. الإنسان والطالب ليس آلة فقط مخصصة للحفظ، والحياة ليست جميعها وكلها دراسة. الحياة لها عدة جوانب، تقدر تسوي كل شيء وبإمكانك عمل أي نشاط إذا وجدت لديك خطة. الشيء المهم تحديد الأهداف، ودائما بالأهداف ما نقول للجميع دائما خل هدفك عالي. الهدف أنك أنت تجيب نسبة 95 علشان في المستقبل إن شاء الله إذا ما قدرت تجيب 95 تجيب 93 92 تجيب 90. لكن أنت بتقول أنا بجيب 90، يعني دائما الإنسان سبحان الله الضغط والقلق ماله يدفع دائما على 90، إذا ما توفق راح يجيب أقل. دائما هدفك دائما عالي، ولا تجعل المجتمع يأثر فيك. يعني لا تجعل ولا تسمح لأي صديق من أصدقائك يأثر على تحقيق أهدافك ويأثر على استرسال وسير خطتك. الصديق صديق. أنا عندي دراسة إلى الساعة 6 إلى الساعة 7، بعد هذا أنا أشوفكم أتكلم معاكم، لكن الآن أنا عندي عمل. هذه الشخصية إذا أبنائنا الطلاب التزموا فيها راح يطلع شخصية متكاملة لمن يكبر. فهذا الأمر ما هو صعب. الدين الإسلامي يعلمنا على تقسيم حياتنا، والصلوات موجودة وغيره وغيره، والرسول عليه الصلاة والسلام قدوة في كل شيء. أخيرا من أهم النصائح، لابد أن يكون لك إنجاز. ثق تماما الطالب ما يشعر بالسعادة والراحة إلا إذا حقق الإنجاز. شنو معناته؟ معناته اليوم وهو محتاج أن يدرس ساعتين، مجرد ما يدرس ساعتين بعد الساعتين راح يشعر بالسعادة. لكن لو سوف وأجل عمله راح يحس بأنه مضغوط، والقلق وعدم الراحة طوال فترة مكوثة، سواء بين أهله أو بين ربعه، في عنده عمل ما سواه. فدائما لابد أن يكون لك كل يوم إنجاز، والهدف مالك أنك تدرس الجزء المخصص لك زين، وبعد ذلك تشعر بالسعادة. فالسعادة دائما تكون مرتبطة بالإنجاز. والله يوفق إن شاء الله الجميع ويحفظكم.